السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. نقدم لكم أهم الأخبار التي وردتنا حول العالم. السيطرة على حريق داخل شقة سكنية، وزلزال ضرب نيبال بلغت قوته 5.6 درجة وأحدث إصابات ووفيات. وطبق فاصوليا الاشتباه في تسمم أشقاء ببني سويف، والسيول تداهم إحدى المناسبات. ورجل ينهي حياة زوجته بعد وصل التعذيب. ورجل يحرض على قتل زوجته طمعا في الميراث. وتيك توكر لا أحب القدوم إلى الرياض بسبب الهدايا. وسيدة تنهي حياة حبيبها بالسم. إليكم الأخبار بالتفاصيل. صحة هذه الأخبار على مسؤولية الموقع، من فضلك صل على النبي. زلزال بلغ قوته 5.6 درجة أقصى غرب نيبال الواقع في جبال الهيمالايا، وأن الأقيم لا يقل عن 132 شخص حتفهم في زلزال ضرب خلال الليل منطقة نائية في غرب نيبال، ووفق حصيلة جديدة صادرة عن السلطات، فيما تبحث فرق الإغاثة عن ناجيين محتملين. وضرب الزلزال على عمق 18 كيلو متر فوق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. والسيطرة على حريق شقة سكنية في الهرم دون إصابات. سيطر رجال الحماية المدنية في الجيزة على حريق داخل شقة سكنية بشارع مشعل في منطقة الهرم دون وقوع إصابات. طبق فاصوليا الاشتباه في تسمم 3 أطفال أشقاء ببني سويف، وأنهم مصابين بقيء ومغص واشتباه تسمم غذائي. وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية. ورجل ينهي حياة زوجته بعد وصل التعذيب. أقدم سائق على التخلص من حياة زوجته بعد أن عذبها لعدة أيام حتى الموت، ثم أشعل النيران في جثتها ولاذ بالفرار في مصر. وأفادت التحريات عثور الأهالي على جثمان سيدة تدعى دنيا 29 سنة مقتولة داخل شقتها، وبها حروق بالجسد وطعنات وقطع حادة بالرقبة والمعصمين. فيما اتهمت أسرة القتيلة زوجها بتنفيذ الجريمة البشعة وتكثيف أجهزة الأمن جهودها لضبطه. رجل يحرض على قتل زوجته طمعا في الميراث. أقدم شخص بالتحريض على قتل زوجته من أجل سرقة ميراثها وغسل الأموال الخاصة بها وشراء الوحدات السكنية في محافظة الجيزة. وأفادت التحريات أن المتهم متورط في غسل أموال تقدر ب15 مليون جنيه حصل عليها من زوجته عقب التحريض على قتلها، كونه الوريث الوحيد لها بالاتفاق مع آخر توفي. وقررت النيابة حجزه احتياطيا على ذمة التحقيق نظير حصوله على مبلغ مالي ومحاولته غسل تلك الأموال. تيك توكر لا أحب الذهاب لقدوم للرياض بسبب الهدايا، وقال أنه فور قدومه للرياض تنهال عليه الهدايا، أحدهن بورد والأخرى تحمل هدايا. وتابع أنه بعد 10 دقائق من زيارته جاء له مرة أخرى ومعه باقة ورد آخر، ويحمل في يده 4 أكياس مليئين بالهدايا، ليؤكد أنه عكس العالم، وإذا أعطاه أحد الأشخاص هدية يشعره ذلك بالضيق. سيدة تنهي حياة حبيبها بالسم. وقامت المتهمة بوضع السم في الطعام حبيبها لقتله لمنعه من الحصول على الميراث. وقال نجل الضحية: